هو النهارده انا كمدرس في حكومي في خاص، انا محتاج اتعلم ايه؟ لازم يطور نفسه، لأن التعليم المستمر هو ده اللي هيديله القوة، هو اللي هيديه مميز عند طلابه. روشتة المدرس الإنجليزي: 1. طور لغتك لغاية ما توصل لمستوى C1 Advanced، خد شهادة في تثبت إن مستواك بقى ممتاز. رقم 3 وده المهم، لازم تاخد شهادة في طرق التدريس. مفيش تعلم ولا تربية ولا توجيه هيحصل من غير حب ومن غير كونكشن حقيقي فيه أنا وإنتوا هنا مع بعض. لازم تكون ملم باساسيات وضع الامتحانات، لازم تكون فاهم يعني ايه فاليديتي، يعني ايه صلاحيه الامتحان، وايه انواعها، وازاي بيتم تحقيقها في تصميم وكتابه الامتحان. يشوف يطور نفسه تكنولوجيا، لأن الولاد بقى جيل عشان يخاطب الجيل بنفس لغتهم. فاهمة يعني ايه طرق تدريس، وفاهمة يعني ايه علم نفس، وفاهمة يعني ايه أنماط تعلم، وفاهمة يعني ايه انها ازاي تتعامل مع البولينج، وازاي تتعامل مع الأطفال التروماتايز، وفاهمة يعني ايه سبيشال نيدز. ما تفكرش في الطالب كفلوس، اصل في الاول والاخر المدرس او اي حد بيقدم محتوى تعليمي انت صاحب رساله مبدئيا، فانت اول حاجه لازم تفكر فيها الكواليتي بتاعت الرساله اللي انت بتقدمها. الأخلاقيات بتلعب دور كبير جدا. ضميري ان انا عايزه ابقى كويس وانا داخل فصل، وانا محتاجه ابقى يعني ادي كل حاجه عندي للولاد والكلام ده، ان انا اساعد زمايلي.